منى فندي او مازنة اسماعيل مطربه ماليزيه مغموره مواليد يناير 56. بس فجاه صيتها ذاع جدا لما قامت هي وجوزها والمساعد بتاعها بقتل شخصيه سياسيه مشهوره بالسحر والشعوذه. لو عايزين تعرفوا القصه الحقيقيه للحكايه دي وايه اللي حصل كملوا الحلقه دي للاخر، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. انا رامز عادل وده في ظروف غامضه. الحكايه بدات في ظروف غامضه لما تمنت مازنة او منى الوصول لعالم الشهره والغنى، وده لان كان صوتها حلو، لكن اتصدمت مازنة بصعوبه الوصول للي بتحلم بيه، وان دخول الوسط ده مش حاجه سهله زي ما كانت فاكره، وحاولت بكل الطرق خلال فتره الثمانينات انها تسعى عشان تحقق حلمها، بس كانت بتواجه مشاكل كتيره قوي، اولها طبعا ان ما كانش معاها فلوس، ده غير انها ما كانتش جميله عشان جمالها ده يشفع لها. وفي يوم قابلت مازنة راجل اسمه محمد افندي وكان معجب بيها وبموهبتها، وقرر انه يتبناها فنيا. كان راجل مقتدر حبتين، وفعلا اتجوزوا وانتج ليها اول شريط غنائي واختار لها الاسم الفني اللي هو منى، وخدت اسمها التاني من الزوج عشان تبقى منى فندي. بس اللي حصل ان الالبوم ده ما نجحش، ده تقريبا ما حدش سمعه غيرها هي وجوزها، بس ما يأستش وحاولت كتير، بس كانت فاكره ان بفلوس جوزها هتقدر تحقق حلمها، بس للاسف ما قدرتش تحقق حلمها برضه، وده جننها وسبب لها عقده جواها ما قدرتش تتخطاها. فقررت منى فندي بدون اي مقدمات انها هتسيب الغنى مؤقتا عشان تتعلم حاجه تفيدها، فقررت انها تتعلم فنون السحر الاسود، وده عشان تعرف تحقق مطالبها وتخلي الناس تحبها وتنجح في الغنى. بس الموضوع قلب معاها بمرض، وفعلا منى اتشهرت في النوع ده من السحر وبدأ صوتها يعلى قوي، وفتحت عيادتها الروحانيه الخاصه بيها، وكان بيجي لها كتير من الناس اللي عاملين زيها عايزين المال والجاه باي شكل وباسرع طريقه، وكان من ضمن الناس اللي بتجيلها شخصيات سياسيه مشهوره في ماليزيا، بس برغم قدراتها دي ما قدرتش برضه انها تنجح في الغنى، بس قدرت تحقق جزء من حلمها وهو الفلوس، وفعلا قدرت تجمع فلوس كتيره قوي من شغلها في السحر الاسود. بس الحقيقه ان منى ما كانش عندها اي قدرات خارقه ولا اي حاجه، وما كانتش قادره برضه انها تحقق حلمها. تفتكروا انها كانت هتبقى قادره تحقق حلم حد تاني؟ بس هي كان عندها ميزه واحده بس، قدرتها على الاقناع والتاثير على الناس، ومن ضمن اللي كانوا بيترددوا عليها شخصيه سياسيه مرموقه ومشهوره اسمه مزلان محمد، واللي بالرغم من مكانته السياسيه وثقافته الا انه كان من المؤمنين جدا بقدرات منى على مساعدته في تحقيق حلمه عشان كان نفسه يبقى حاكم الدوله. ومن هنا منى بدات شغل الحنجل والمنجل هي وجوزها والمساعد بتاعها، ده ادت كمان مزلان قصبة وقبعة وأقنعوه بأنهم كانوا مملوكين للرئيس الأندلسي السابق سوكارنو، وإنها تعويذة بإمكانه يستخدمها في تحقيق طموحاته. وطلبت منى فندي من مزلان في المقابل 2.5 مليون رينجت، دي اللي هي عملة ماليزيا، فدفع مزلان نص مليون وكتب لها ملكية 10 أراضي اللي هي بإجمالي 2 مليون رينجت، وده كان يساوي 600 ألف دولار أمريكي. وفعلا بدأوا يحددوا ميعاد في السر، وكانت دايما بتأكد عليه عشان منصبه السياسي المرموق انه ما يقولش لأي حد انه جاي، ده كمان عشان مفعول السحر ما يبص، ولعبت هنا على العامل النفسي ليه، وفعلا ما كدبش خبر وراح لها مزلان في الوقت المحدد بالظبط، واستقبلته منى فندي احسن استقبال، وقالت له يمدد جسمه على الترابيزه اللي كانت محضرها له، وغطت جسمه كله بالورد، وطلبت منه يغمض عينيه. واول ما مزلان نفذ اللي قالت له عليه شاورت لحسن المساعد بتاعها، وفجاه حسن نزل عليه بساطور فصل جسمه عن رقبته في جزء من الثانيه، وقاموا هما الثلاثه بتقطيع الجثه ل 18 حته ودفنوها في مخزن قريب من بيتهم. وطبعا قاموا باكل اجزاء من لحم الضحيه وقدموا قرابين للشياطين كجزء من الطقوس السحريه، وبعدها عاشوا حياه طبيعيه وكأن ما حصلش أي حاجة. وبعدها منى عملت عمليات تجميل كتير، واشترت عربية مرسيدس أحدث موديل، وحاولت تغير كل حاجة كانت فاكرة إنها السبب في عدم تحقيق حلم الغنى. وطبعا الدنيا اتقلبت على صاحبنا، بس زي ما اتفقنا محدش كان عارف أصلا هو فين في الوقت ده، لحد ما في يوم اتقبض على حسن المساعد بتاعها في حاجة تانية خالص، بس قبل ما يتم التحقيق معاه لقوه انهار واعترف بكل حاجة حصلت في وسط صدمة من أفراد الشرطة، وطبعا ما كانوش مصدقين اللي بيسمعوه بودنهم. واعترف حسن على منى وجوزها ودلهم كمان على مكان الجثة، ولما حفروا لقوا بقايا الجثة بالفعل في المخزن متغطية بخرسانة أسمنتية، واتقبض على الثلاثة واتحقق معاهم، وفعلا ما قاوموش كتير واعترفوا بجريمتهم كاملة، وتم الحكم عليهم بالإعدام سنة 95. وقدموا التماسات كتيرة عشان يخففوا الحكم عليهم، بس كلها اترفضت، ده غير انهم لاحظوا على منى اثناء المحاكمه سلوكياتها وابتسامتها الغريبه والمخيفه قدام عدسات المصورين، وكانها نجمه عايزه تتصدر الصحف والعناوين، وانها مش قاتله اصلا. واتحكم عليهم نهائيا يوم 2 نوفمبر 2001 بالاعدام. وسالوها نفسك في ايه قبل ما تتعدمي يا منى؟ بس تخيلوا كان ردها ايه؟
قالت لهم نفسي في وجبة كنتاكي. وقبل ما يتم حكم الإعدام على منى كانت بتردد جملة غريبة: أكون تكنماتي، ومعناها لن أرحل وسأعود مرة أخرى. وكان عمر منى في الوقت ده 45 سنة. ده غير إن القصر اللي كانت عايشة فيه منى لسه موجود لحد النهاردة في ماليزيا، وبقى مزار سياحي لكل الزوار المهتمين بالماورائيات والظواهر الغريبة. وفي زوار كتير أكدوا إنهم بيسمعوا صوت منى في القصر بتغني بصوت حزين ومخيف، وكمان لقوا انعكاس صورتها في مرايات القصر. انتوا ايه رأيكم في حكايتها؟ ويا ترى اللي حصل بعد الإعدام في قصرها ده حقيقي ولا دي مجرد حكايات متفبركة من الناس نتيجة خوفهم من حكايتها؟ اللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة فوق قدامكم دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب. وكمان ما تنساش تتابعوا الحسابات اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. واوعوا تنسوا السبسكرايب واللايك والشير لو عجبتكم الحلقة. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير وهنتقابل تاني في ظروف غامضة. اتشرفت بمتابعتكم. سلام.